خلونا بينضم معنا الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية. برحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا كل بك. سنة وحضرتك طيب وبخير. حضرتك طيبه وبخير يا فندم. عايزين نتكلم عن الحصول على 3 شهادات للجودة من خلال اللي نظمها جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ونظم هذه الاحتفالية بمناسبة طبعا الحصول على 3 شهادات للجودة. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هو طبعا اي منظمه بتهدف الى التحسين، وده احد اهداف الجوده، يعني تحسن التهديف المستمر. فده بيؤكد على مفهوم فكر الجوده، اننا نقدر نشتغل وسط المواصفه الستاندرد. اه. فمنظمه الايزو هنا اشتغلنا على 3 شهادات: اه. ايزو 45001 السلامه والصحه المهنيه، وايزو 14001 نظم إدارة البيئة، وأيضا 9000 نظم إدارة الجو. دول ال3 شهادات اللي الجهاز حصل عليهم نظرا لأن في فرص تنموية جديدة في المدينة. فالجهاز كان حريص كل الحرص، ومسبوقا طبعا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنها تقدر تحقق نظم إدارة الجودة على أعلى مستوى وفق منظمة الأجر. يعني احنا حصلنا على 3 شهادات متنوعة، شهادات الجودة الخاصة بمدينة السويس الجديدة. بالظبط. مم. ودي كانت احتفالية الحصول عليهم. مم. وطبعا كانت بمشاركة جمعية المستثمرين متمثلة برئيسها دكتور صبحي نصر. مم. وكان حضور لافت مهمة جدا لأعضاء مجلس الشعب في المدينة، مم. وبعض من السادة المستثمرين اللي ثمنوا بالفعل دور الجهاز في تطبيق نظم إدارة الجودة المختلفة. لأن النهارده أي مستثمر جاد بيهمه جدا انه يتعامل مع منظمه بتحاول تطبق مفاهيم الجوده الحديثه. في المدن منظمه الجديدة أو المجتمعات العمرانية الجديدة. المجتمعات العمرانيه الجديده، طبعا مم. احنا السويس الجديده ان شاء الله مم. صدور ليها، يعني صدر بالفعل اكستنشن وامتداد للمدينه. مم. واول لما الدوله عقدت التعاقدات الجديده على تنميه المواني الخاصه بالسويس، زي ميناء السخنه وميناء الادميه. فطبعا كل ده هيؤدي الى فرص طيب، استثمار دكتور أحمد، للحصول على هذه ال3 شهادات للجودة المتنوعة أو المختلفة، هناك معايير أو شروط يجب الحفاظ عليها أو تطبيقها حتى يتم الحصول على مثل هذه الشهادات. يا ترى إيه هي المعايير اللي كانت موجودة وبالفعل طبقت؟ هي بالفعل كل منظمه ليها عده بنود. مم. بنشتغل على البنود ديت خلال فتره اسمها فتره تاهيل المدينه للحصول على الشهادات ديت. وبالتالي بعد انتهاء الفتره، وطبعا التاهيل بيتم على 3 مراحل اساسيه. مم. اول مرحله اللي هي الاويرنس او التوعيه. المرحله الثانيه بتبقى الامبلمنتيشن او التطبيق الفعلي لنظم اداره الجوده، وده بيتم من خلال مجموعه ورش عمل مع العاملين في الجهاز لتدريبهم وتاهيلهم التاهيل المناسب لتطبيق نظم الجوده المختلفه في ال3 شهادات. واخر مرحله بتتم نظام اسمه نظام المراجعه الداخليه. كده اول لما بينتهي نظام المراجعه الداخليه من 3 شهور مراجعات، بنبدا نضيف فيها المنحه اللي بتعمل سيرفي على الجهاز كله، وبتبدا تقول الجهاز ده فعلا طبق نظم اداره الجوده المختلفه او لا. والحمد لله طبعا بعد ما حصلت المراجعه الخارجيه من الجهه المنحه، اقروا ان الجهاز بالفعل طبق الكلام دوت. وكانت النتيجه هي ثمره تعب الزملاء في الجهاز وتتويج لنقله القياده في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. وبالتعاون مع الزملاء قدرنا بالفعل نحقق المردود الطيب ده.
طيب يعني أنا شايفة من خلال هذه الاحتفالية كمان كان في حضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بالسويس، وممثلين أكيد عن المصانع أو الشركات الصناعية. هل مثل هذه الشهادات أو حصولنا على ومحافظة أو مدينة السويس الجديدة على هذه الشهادات، هل هيكون له تأثير على المستثمرين وعلى الصناعة؟ طبعا طبعا، اي مستثمر جد النهارده يهمه يتعامل في منظمه بتطبق. يعني النهارده لو انا مستثمر بعمل دراسه جدوى لمشروعي، ببقى عايز اعرف اقدر احصل على الارض ازاي، اقدر اطلع رخصه مباني في توقيت قد ايه، الاجراءات نفسها بتاعه التنفيذ المبنى بتاعي او المصنع بتاعي، بعد كده اطلع رخصه تسجيل ازاي عشان اقدر انتج واخرج المنتج النهائي بتاعي. كل ده النهارده معلن. يعني النهارده لو في مستثمر جد وحابب ياخد نسخه من الاجراءات ديت، عندنا في وفق المواصفه بيقدر ياخد حاجه اسمها انفورميشن اونلي، يعني لو نسخه للمعلومات فقط، ما بيتمش تداولها غير عن طريق الجهاز بالتنسيق مع جمعيه المستثمرين. يعني اي مستثمر جد النهارده عايز يحقق او عايز يعمل دراسه قبل ما يشتغل خالص، وحابب يعرف ازاي اخرج الاجراءات بتاعتي، وايه الوقت التوقيتات اللي هاخدها، وايه الرسوم المقرره اللي هيدفعها، كل ده متاح النهارده في الجهاز. يعني متاح ان هو يقدر يحصل على انفورميشن اونلي، او المعلومات دي سهله ان هي موجوده، وبالتالي ممكن تكون كمان المعلومات دي مبسطه او فيها سهوله او فيها مزايا او فيها تيسير على المستثمر. اكيد طبعا، لغه الايزو لغه دوليه. يعني احنا لما بنخاطب بيبقى كله يقدر يوصل للنتيجه اللي هو عايزها. الاجراءات بتبقى مكتوبه بالعربي، لكن عندنا حاجه اسمها الورك فلو او تتابع العمل، زي فلو تشارت كده، الرسم بياني، يعني بيبين الاجراءات. حتى بمجرد ما الواحد يبص على الرسمه من غير ما يقرا هيقدر يفهم الاجراء بيبتدي فين، وايه الحتت اللي بيتم فيها الدراسه، وايه الحتت اللي بيطلع فيها قرار، لحد ما بيوصل في الاخر لنهايه الاجراء. طيب هل الجهاز معني فقط بالمعلومات ولا ممكن يمد كمان بمساعدته في الإجراءات؟ هو الجهاز هو اللي بيقدم الخدمه. فالنهارده العميل لو جه ياخد خدمه في وقت سريع وباجراءات مبسطه جدا، اكيد هيبقى طيب، يعني هيبقى راضي. يعني بيقدم الخدمه متكامله يعني. احنا بنقدم الخدمه. احنا عندنا في جهاز السويس الجديده مركز تكنولوجي على اعلى مستوى، بيبقى فيه ناس مدربين على الالتقاء بالساده المستثمرين والعملاء بشكل عام، يقدر يعرض عليه كل الخدمات اللي متاحه الموجوده اللي بيقدمها المركز، وبياخدها في اسرع وقت ممكن. تمام. اشكرك جدا الدكتور احمد كمال رشاد، مدير اداره الجوده بهيئه المجتمعات العمرانيه.